His name is John C. تيت برشلونة عم مدريد. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الاخبار؟ ابن الكبير بيفرحني وبرشلونة بيفوز بالدوري اخيرا، وهنا صراحة لازم أقف وقفة احتراما وتقديرا لأخونا الكبير هانز فليك. هانز فليك يا جماعة عمل موسم ولا أروع. في ناس بتقولك هو آخره هيبقى دوري، بس خليني أقولك إن بالنسبة لي أنا خليني أقولك إن برشلونة بعد ما كانت بتمر بأسوأ الظروف السنين اللي فاتت، فإن هو يجيب 2 دوري ورا بعض ده في حد ذاته إنجاز. خليني اقول لك ان هو مش بس جاب 2 دوري، ان هو كمان خلى اللعيبه بتلعب باسم الفريق وبتلعب باسم، بتجري عشان النادي وبتجري عشان الشعار وبتجري عشان شخص وهانز فليك، بعكس لعيبه تانية هنروح لها. ولكن خلينا نبارك لبرشلونه. برشلونه فيسكا بارسا فيسكا كاتالونيا. امال بقى اللعيبه اللي مش عايزه تجري على شعار الفريق بتاعها ولا بتجري عشان حد، هم بس بيجروا عشان نفسهم. كلامنا عن ريال مدريد. ريال مدريد يا جماعه اللي بيكسروا في بعض، واللي بيريز ما شاء الله بيطلع يتكلم كلام ما حدش فاهم منه حاجه، واللي كل لاعب فيه عايز يبقى نجم لوحده، واللي كل واحد عايز يعمل حاجه وعايز ياخد اللقطه. بنتكلم عن فريق غير مكتمل، بنتكلم عن فريق مفكك، بنتكلم عن فريق مش عايز ياخد بطولات. هو الفريق كل اللي هو عايزه ان كل لاعب فيه عايز يظهر وعايز يقول انا هنا وانا هناك، وان تحس ان اللعيبه كلها انا مفيش احسن مني، وانا احسن خط نص في العالم، وانا احسن هجوم في العالم، وانا احسن باك ليفت. ولكن الحقيقه بتقول ان ريال مدريد تاني موسم على التوالي ما يطلعش باي حاجه، ودي في حد ذاتها كارثه. لان بعد ما كنا متعودين ان ريال مدريد هو النادي الملكي، النادي ال 15 تشامبيونز ليج، النادي حاليا هو لا شيء، هو نادي ما هو الا نادي الصراعات. والكارثه اللي حصلت ان اللعيبه بتضرب بعض في اوضه اللبس والاخبار بتتسرب. يعني الناس كلها اتكلمت عليها، بس انا مش هقدر اقول غير ان في كارثه يا جماعه. احنا واصلين لمرحله من العبث القروي ان اللعيبه بتضرب بعض ولا كاننا في مدرسه. يعني ايه 2 يضربوا بعض؟ يعني احنا كده محتاجين بقى مدرس يمسك الفصل، او مدرب يمسك بقى العصايه والبتاع واللي يتكلم يا جماعه ده يا جماعه، يعني ايه 2 يضربوا بعض؟ يعني واحد يروح المستشفى يا شباب؟ ايه ده يا شباب؟ ايه اللي بيحصل ده؟ احنا في نادي ولا في سيرك ولا في الشارع؟ ولا نجيب البوليس ولا نعمل ايه؟ طبعا هو عبث قروي، وخلينا نقول ان ده نابع عن ان اصلا اللعيبه مش جايه عشان تلعب للنادي، ولا جاي انها تلعب لاجل الشعار او انها بتجري لاجل الشعار. هم بس ما هم الا جايين عشان ياخدوا اللقطه وياخدوا السوكسي كده ان هم لعبوا في ريال مدريد وان هم عملوا حاجه. ودي هتحسها، والفرق واضح بين الجيل اللي قبل كده، رونالدو، بيل، راموس، بيبي، وكل اللعيبه دي، بعكس الجيل اللي موجود، اللي اكيد فيه لعيبه الى حد ما بتحاول وبتجري لاجل الشعار، ولكن الاغلبيه او المعظم يا اما مش عارف هو بيعمل ايه، قاعد مش فاهم، هو مجرد بس شايف ان ريال مدريد فريق كبير فهو موجود فيه، او مجرد ان هو عايز ياخد اللقطه، امثال امبابي، فينيسيوس جونيور، حاليا بقى فالفيردي. انا مش متفاهم. فانت النهارده مش عارف تحدد وتقول هي اللعيبه دي عايزه ايه بالظبط. بس خلينا نرجع بالوقت كده شويه. هي المشكله بدات منين؟ المشكله بدات ان اصلا ريال مدريد مش فريق عايز يبني مشروع. يعني هو مش مثلا ارسنال او فرقه تانية بتبتدي واحده اتنين يبتدي رئيس النادي يساعدها خطوه في التانية في التالتة. لا، ده هو فريق دايما بيجيب النجوم. ولكن المره دي المشكله كلها ان النجوم ما كانتش على القدر الكافي من المسؤوليه، ووصلت لمرحله ان هم خسروا الدوري وخسروا طلعوا من الشامبيونز ليج مرتين ورا بعض. طب هل دي مشكلة لعيبة، مشكلة مدرب، مشكلة جاية منين بالظبط، مشكلة رئيس نادي؟ خليني اقول لك ان المرة دي زي ما قلت لك ان اللعيبة ما كانوش قد المسؤولية، بعكس اللعيبة اللي فاتت اللي هم كانوا نجوم اوريدي بس عندهم روح المسؤولية، جايين فعلا يقاتلوا كده لاخر نفس كده. الشباب يعني راموس ده كان لاخر ذرة نفس كان يروح ويحارب ويعمل فاول ويطرد لاجل ريال مدريد يكسب، او لاجل ريال مدريد ياخد مثلا بوينتس زياده او يعدي في الشامبيونز ليج او. فده الفرق، وفرق واضح قوي بين الجيلين. طيب فلما نرجع ورا شويه وايام تشابي الونسو، اللي انا مش عارف صراحه هو مشي ليه وما خدش فرصته، وان رئيس النادي ضغط عليه وجه في صف اللعيبه، جه في صف فينيسيوس جونيور على
تشابي الونسو، وده يوضح قد ايه ان ريال مدريد مش فريق مدربين ولكن هو فريق لعيبه اكتر من هو مدرب. سامع حد بيقول لي طب وزيدان؟ لا يا معلم، زيدان ده كان قصه تانية، انا بكلمك على المدربين العاديين. دايما تحس ان المدير لازم ينصاع للعيبه. طيب يبقى دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تشابي الونسو ما خدش فرصته، واي مدرب هيجي تاني ما اظنش ان هو هيعرف ياخد فرصته. وعشان كده انا كلامي على ما تقدرش تحكم عليه وتقول ان هو مدرب فاشل او مدرب ما عملش حاجه، لان هو ما قدرش يطلع اللي عنده، ما قدرش يطلع اي استراتيجيه، او ما قدرش يطلع الفكر بتاعه، لان هو ما يعني هو حتى في تصريح ليه بيقول انا كنت فاكر نفسي جاي ادرب لعيبه، ما اعرفش ان انا جاي ادرب اطفال او جاي ادرب اطفال في مدرسه. فده يوضح قد ايه هو ما كانش ليه سلطه وما كانش ليه راي، والموضوع كان بره ايده تماما. بعكس زيدان اللي طبعا رمز كبير لريال مدريد، رمز كبير في العالم، فما كانوش اللعيبه قادرين يتكلموا معاه، كان ليه السلطه ان هو يقعد رونالدو على الدكه ومحدش عارف يفتح بقه. ولكن هنا انا كلامي عن لعيبه كل واحد فاكر نفسه خلاص بقى نجم. يعني مبابي دلوقتي، وده المفروض كنت عايز اتكلم عليه من ساعه ما كان في باريس سان جيرمان، ان هو كان رأس الفساد ورأس الافعى اللي دايما بتسبب مشاكل. حتى لما كان ميسي ونيمار بيلعبوا معاه كانت المشكله دايما فيه، وكان هو دايما عايز اللي يظهر وما كانش بيسمع الكلام وما كانش بيدافع. وعشان كده لويس انريكي ما زعلش ان هو مشي، وحتى طلع تصريح وقال انا ما فيش مشكله اخسر لعيب بيجيب لي 60 جون، بس اجيب 3 لعيبه كل واحد بيجيب لي 20 جون. وهو ده يبين قد ايه دايما ان اللعيبه اللي جايه ريال مدريد مش عايزين نقول انها بتسبب مشاكل، ولكن كل واحد حاسس ان هو نفسه نجم. وخلينا نكمل مسيره امبابي، ان هو يجي ريال مدريد، ومن ساعه ما جه ريال مدريد باريس سان جيرمان في دايما في تقدم وفي تطور. احتمال ياخدوا تشامبيونز ليج لمره ثانيه ان شاء الله، لا يعني. ولكن انت تلاحظ التطور في فريق باريس سان جيرمان عن ما كان الاول. وحاليا ريال مدريد في انحدار من ساعه ما جه النجم المتالق امبابي. خلينا نقول انه هو بعيدا عن ان هو صاحب بنت جديده وقاعد بيفنفن معاها والكلام ده كله، ان هو لاعب ما بيرجعش يدافع، ان هو دايما شايف نفسه اعلى من الكل، اللي هو ادى لنفسه حته ميسي رونالدو، الناس اللي هي خلاص وصلت للبيك. لا يا معلم، انت ما وصلتش للبيك. ما نقدرش نختلف عن موهبته، ما نقدرش نختلف عن سرعته، ما نقدرش نقول ان هو مش لعيب قوي جدا بدنيا، سريع، ذكي. ولكن انت لسه ما اديتناش 5 6 7 سنين مثلا نقدر نقول والله انت عملت ارث قوي وخلفيه قويه ليك كلاعب. ولكن انت النهارده عايز تتعامل كانك انا ما فيش زيي، فانا لازم اتعامل المعامله دي. لا يا معلم، انا مش هعاملك المعامله دي، وما اظنش ان حد في العالم هيعاملك المعامله دي. واظن ان جمهور ريال مدريد بدا يكرهك من ساعه ما جيت، لان انت بقيت أس الفساد وبقى عملت غوغاء في الفرقة. طبعا أنا كده بتكلم عن الرأس الأول، ولكن في رأس تاني وهو فينيسيوس جونيور. من هنا لبكره لو قعدت اتكلم عليه انا مش هوفي قد ايه هو لعيب جامد، قد ايه ان هو لو وصل وراح اي نادي تاني هيكون اضافه قويه ليه. ولكن بعيدا عن اخلاقياته، بعيدا عن تصرفاته الغريبه اللي هي تبين قد ايه هو لسه طفل صغير مش قادر يشيل مسؤوليه، خلينا نقول ان فينيسيوس حتى ما بقاش قوي زي ما كان. يعني فينيسيوس اللي كان هيكسب افضل لاعب في العالم، النهارده ما تقدرش تقول فينيسيوس جونيور هو لعيب كلاس ايه زي ما كان. فينيسيوس جونيور بيتخانق اكتر، فينيسيوس جونيور السيزون ده ما قدمش زي ما كان بيقدم زمان، واصبح كمان هو رأس قوي. وخلينا نقول ان هو خلينا نقول ان ريال مدريد بقت منقسمه كده لجماعتين او لثلاثه كده، بقى شويه هنا وشويه هنا وشويه مع فينيسيوس وشويه مع مبابي، اخواتنا الفرنسيين واخواتنا اللي مع فالفيردي ومبابي. فالموضوع مش عارف، انت مش فاهم هو دي فرقه ولا احنا في خناقه ونازلين في الشارع وكل حاجه جايب شومه بقى ويلا نتخانق، ولا الموضوع بقى ماشي ازاي. وما تقنعنيش ان في مدرب هيقدر يسيطر على الجمعيه دي. يعني انا مش هقدر اقول غير ان دي بقت الموضوع بقت حرب شوارع، يعني ما بقتش فرقه ومبقاش الموضوع سلس فرقه عايزه تكسب او فرقه كلها بتساعد بعضها. الموضوع بقى مقرف جدا.
والواحد فعلا شايف ان دي كارثه، يعني ما تعديش، مش عايز اعدي الموضوع واقول ان الموضوع بقى عادي كده وان فرقه اتنين بيتخانقوا فيها ولا بتاع، لا ده في كارثه يا جماعه، في فرقه لعيبه بتضرب بعض فيها، لا مش هعدي واهزر، دي كارثه. ولكن خلينا نرجع تاني لنقطة المدرب، والسؤال هنا مين يقدر يجي يشيل الليلة، مين يقدر يجي يسيطر على اللعيبة دي. كلام كتير على مورينيو ان هو المدرب الصحيح في الوقت الصح، وهو المدرب اللي يقدر يقعد امبابي على الدكه او اي لاعب على الدكه ويخليه. بس يا جماعه مورينيو مش زي زمان، يعني مورينيو بتاع تشيلسي او ريال مدريد مش نفس مورينيو دلوقتي. وخليني اوضح لك حاجه كده لو انت مش واخد بالك منها. انت حاطط دلوقتي البنزين جنب النار، انت حاطط لعيبه شايفين نفسها احسن لعيبه في العالم، وانا مفيش زيي، وانا مع شخص هو اصلا مخترع كلمه انا، ده مورينيو يا جماعه. مورينيو لو سمع حد بس بيقول لا او هيقول له اطلع بره، هيقول له كذا. فانت منين النهارده جايب البنزين جنب النار؟ انا ما اعرفش، ولكن خليني اقول لك ان هو من المدربين الاقوياء شخصيا. وللاسف لو انا كشخص بشجع مدريد هحتاج حد شبه كده، الموضوع هينتج عنه ان في لعيبه لازم تمشي ولازم تضحي. ما تقنعنيش ان كل اللعيبه وكل النجوم دي هيقدر يسيطر عليهم شخص من غير ما يبقى فيه ضحيه. ما هو انت النهارده جاي تسيطر على فصل، الفصل ده لو ما عملتش فيه لقطه معينه وطردت حد او عملت حاجه معينه، شباب الباقي مش هيحترمك والباقي مش هيهابك. فانت النهارده جاي على شويه اشباح كده، فلو ما مسكتش حد كده ورحت طرده، او يعني زي ما بنقول كده باللغه الدارجه بتاعت الشباب هلفته، الموضوع هينتقل لمرحله انت كمان كمدرب مش هيبقى ليك لازمه، انت كمان كمدرب هتتاخد على قفاك زي ما الباقي اتاخد على قفاه. طرد اربلوه بيقول لك انا ما كنتش جنب اللعيبه، هم كانوا بيتخانقوا اصلا، انا مكتبي بعيد. ويعني انت لو كنت جنب اللعيبه كنت هتعمل ايه يا اربلوه؟ يا عم رايح بس استهدى بالله. فمورينيو ما كانش، يعني خلينا نقول ان هو مش الشخص اللي هيديك ال 100% effective solution، حل يعني يكون هو الحل التمام، بس هو هيسيطر بطريقه ما. وده ينقلنا لنقطة هو رئيس النادي ايه وضعه في الموضوع ده، وليه كل شوية المدرب بيمشي، وهل رئيس النادي بيأثر في القرارات ولا لا؟ رئيس النادي يا جماعة بيريز، هو محدش يقدر يختلف ويقول ان هو شخصية مش تمام، او شخصية مش عايزة تنجح النادي، او شخصية ما عملتش نجاحات. لا يا معلم ده خد تشامبيونز ليج، ده ولكن بيريز يا جماعة ليه عقلية غريبة جدا، وليه عقلية ما حدش فاهم منها حاجة، مختلفة، ما تقدرش تجادج عليه وما تقدرش تحكم عليه. الراجل اللي عمل حاجات فما تقدرش تقول لأ. بعيدا عن المؤتمر الأخير اللي احنا هنجيله، بس خلينا أكلمك عن طريقة بيريز، إن هو دايما أو في آخر فترة بقى يقف في صف اللعيبة أكتر من صف المدرب. ودي كانت واضحة قوي في تشابي ألونسو، إن هو وقف في صف فينيسيوس جونيور على تشابي ألونسو. وده غلط فادح، لأن أنت كده تاني مش بتبني مشروع، أنت كده بتبني احلام لعيبه بتحقق مستقبلها مش اكتر، لكن انت مش باصص للنادي. دي او ده الطريقه او الحاجه اللي ممكن مشجع ريال مدريد يبص لها، ولكن هو الراجل بقدر الامكان شايف ان ده الصح للنادي. فانت النهارده كمدير نادي لما يعمل مؤتمر صحفي ويبتدي يغلط في برشلونه، ويبتدي يقول في ظلم وفي ويبتدي يتكلم في حاجات عشوائيه بتاتا، ويبتدي العبث يزيد. انت ما حسيتش ان هو بيعمل كده عشان ياخد الانظار من الفرق التانية، عشان ياخد الانظار من اللي حصل في الفريق بتاعه وان اللعيبه ضربت بعض، ان هو بس ياخد الاعلام كله عليه، والاعلام بدل ما بيشتم اللعيبه وبيقول ان ازاي اللعيبه تعمل كده، فيبتدي كل الانظار تتسلط عليه كده، ويبتدي كل واحد يقول الله ده ازاي المدرب، ازاي رئيس النادي بيعمل كده ازاي. فلو ده فعلا النية بتاعته فهو مدرب ذكي جدا وما ينفعش نستقل بيه، وفعلا هو يستحق الإشادة ان هو مدرب ذكي. لان برضو يا جماعة يعني هو كبزنس مان، البيزنس ما هو مجرد الا تلاعب. فهو لو ده قصده فعلا فتمام يا عم بيريز، براءة، وانت فعلا عملت الصح، لان العالم كله كان باصص على ريال مدريد، والعالم دلوقتي كان باصص على احسن فرقه في العالم، اقوى فرقه في العالم بتتبهدل واللعيبه بتاعتها بتضرب بعض، فانت قدرت تاخد الانظار كلها عليك، ففعلا نقطه صح. اخيرا ما اقدرش اقول الا تاني مبروك لبرشلونه، وما اعرفش ريال مدريد هتروح على فين. اكتب لي في الكومنتس لو انت شايف مورينيو مدرب صالح ريال مدريد ولا لا، وهل ريال مدريد ممكن ترجع تاني ريال مدريد اللي احنا عارفينها.